هروب ميليشيا قسد من حي الشيخ مقصود الأشرفية. عفوا مو قسد، انتم ما بتقولوا ما في قسد هنيك، في بي كي كي، أكبر تنظيم إرهابي بالعالم. أو انتم عم تقولوا إنه انتم أسايش، يعني انتم ما لكم على لا بقسد ولا بغيره، بس انتم عبارة عن بي كي كي. هروب قادات وعناصر رجال ونساء مع المدنيين، صاروا هلا بأحياء حلب. كتير أذكياء انتو، كتير كتير كتير. إن شاء الله راح تنجابوا واحد واحد. شلون بتقصفوا مناطقهم وبتخلوا العالم تنزح وبترعبوهم وبتقتلوهم بالقذائف وبالقناص يا قناصين. انتو مشهورين بالقنص مو هيك؟ او مشهورين بالغدر. مدنيين عم تقنصوهم تقتلوهم، لك ما عندكم لا ذمة لا ضمير لا اخلاق لا وجدان لا انسانية. اخلاق ما في، عساس انتو بتدعوا بالديمقراطية والحرية وحرية التعبير. عبارة عن سرطان، غير هالكلمة ما عندي، وبدكن شيل من اساسكم. يعني أنا بستغرب، يعني حاضنة قسد ضمن الشيخ مقصود والأشرفية وأحياء بني زيد، يعني 70 يمكن 80، لكن انتو كمان مجبورين بيركين معهم. أنا ابن الشيخ مقصود وما بيشرفني أبرك مع قسد، أو عفوا بي كي كي، قالوا ما في قسد بالشيخ مقصود. انتو بي كي كي أو أسايش خلصوني، مهم تابعين لحزب العمال الكردستاني اللي مصنف إرهاب عالميا، وانتو فعلا إرهاب، يعني ما صنفوكم عبس. يعني أفعالكم تصرفاتكم وتصريحاتكم بتدل إنه انتو إرهاب. أي والله إرهاب. وإن شاء الله ما راح يكلكن يعني يد بسوريا، لا بإحياء حلب ولا بشمال شرق سوريا، إن شاء الله، لأنه انتو بصراحة ما بينعاش معكم. وبالنسبة للي طلعوا، بالنسبة للقادات وعناصر من رجال أو نساء اللي طلعوا مع المدنية، إن شاء الله راح تنجابوا إن شاء الله. سلام عليكم.